السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة النهاردة اقتصادية وموفرة جدا جدا، ومفيش غنى عنها في اي بيت. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. الوصفة النهاردة دي اللي انا عاملاها وفرت لي حوالي 600 او 700 جنيه من اسعار اليومين دول، وكله كان من وش الحليب اللي بتجيبيه وبتغليه. بتوفري منه القشطة كده زي ما انتي شايفة. انا هنا كنت مجمعة القشطة من على وش الحليب وحافظاها في علب في الفريزر. جمعتها كلها في الفريزر، والحين ما يكون عندي كمية، لان ما ينفعش تعملي كمية صغيرة بكمية صغيرة. وجيت في يوم اتشجعت كده واتنشطت، ورحت مطلعه كل كمية القشطة دي زي ما انت شايفة. وهنعمل منها احلى زبدة واحلى سمنة بلدي ومرتة تستخدميها في كل الوصفات. عملتي ايه بالقشطة يا ايمان؟ اولا تقدري تضربيها بالمضرب الكهربائي اللي انت شايفاه او بالمضرب اليدوي، بس هيكون مرهق شوية وهياخد معاكي وقت. زي ما انت شايفة بدأت اضربها بالمضرب الكهربائي، بدأت تعمل معايا حبوب كأنها خرز. اوعي تيأسي وتقولي ايه ده، لا، استمري استمري ما تزهقيش خالص. هتلاقيها في الاخر بدأت تاخد معاكي قوام تقيل، بعدين بدأت تعمل حبيبات، بعدين بدأت تتقل زي ما انت شايفة. شايفة دلوقتي قوام بقى مختلف جدا عن قوام القشطة اللي كان معانا في الاول، وكأنها جبنة. استمري استمري في الخفق، وتقدري تعمليها في الخلاط، لكن هتضطري تزوديها شوية مية متلجين بشوية مية متلجين علشان تمشي. شايفة هنا بدأت تكتل ازاي؟ والله كله من وش الحليب اللي بتجيبيه وبتغليه، تشيليه وتوفريه في الفريزر. فجأة هتلاقيكي وفرتي مبلغ وقدره. شايفين عندي كده الزبدة خلاص، اللهم بارك، بقت في المرحلة الصح. اول ما تلاقيها بدأت تنطر معاكي المية دي، يبقى كده تمام. تبدأي بقى تكوريها وتجمعيها وتعصريها كويس جدا من المية اللي نزلت دي، بيسموها خض. ودي كنز في عجين القرص وكل المخبوزات، حقيقي بتبقى جبارة، وهعمل لكم بيها وصفة. شايفين بسم الله ما شاء الله طلعت معايا كمية محترمة ازاي؟ من الزبدة. حلة سخنة على النار وانزلي بالزبدة، واوعي تنسيها اهم حاجة اول ما تدوب تهدي عليها خالص. انا عايزة البوتاجاز يكون شمعة كده زي ما بيقولوا. واول ما يبدا اللي على الوش ده يبقى لونه ذهبي كده زي ما انت شايفه، ده بنسميه المرتة. تبداي تشيليه بالمعلقه بالراحه، واحده واحده. ودي بقى احلى حاجه، يعني مع العيش كده انسي اي حاجه تانية. المرتة طبعا اكيد كلنا بنحبها. جمعيها واحده واحده، واصبري خالص على السمنه لحد ما يبقى لون المرتة عندك من تحت ذهبي. شايفه؟ هي دي المرحله الصح، زي ما بيقولوا كده. تقدحيها علشان يبقى ريحتها حلوه معاكي ومرمله وتعيش. شايفه الكميه بسم الله ما شاء الله. ومن شويه قشطه كنا مستغنيين عنهم وراكنينهم في الفريزر. ونسيت اقولك، وانتي بتحطي الزبده ضيفي عليها معلقه صغيره خالص من الملح. وبعد ما خلصت على البوتاجاز، وخدي بالك اوعي تعلي، لان لو عليتي المرته هتتحرق، والسمنه كمان هتبوظ معاكي وهيطلع لونها غامق. شايفه بسم الله ما شاء الله؟ ما اقولكيش على الريحه، بجد الريحه كانت قلبه البيت، وتحسي كده ان البيت فيه خير. المرتة دي بقى يا جماعة عشق. اولا تقدري تاكليها كده بس بعيش، وتقدري كمان تعملي منها المش. واكيد قدام هقول لكم على الطريقة وعلى الوصفة. صفيت شوية الباقيين علشان المرتة ما تنزلش. وهعمل لكم وصفات محترمة ومعجنات كويسة جدا من السمنة البلدي دي. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ حاجة جميلة جدا، اللهم بارك. واقول لكم بحبكم جدا، ومستنية رأيكم وكومنتاتكم. وباي باي.